احنا داخلين على فترة المدارس، ومع بداية السنة دي مهم نفكر ايه أهم حاجة نديها لأولادنا، درجات عالية بس ولا شخصية قوية تقدر تختار مستقبلها صح وتواجه الحياة. في أخطاء الأمهات بتقع فيها من غير ما تاخد بالها، لكنها بتأثر على نفسية الطفل وعلى سلوكياته في المدرسة وكمان على شخصيته وعلاقاته طول العمر. أول حاجة إني أربط قيمة طفلي بدرجاته بس. الأم والأب لما بيعتبروا إن ابنهم كويس لو جاب درجات كويسة ومش نافع لو ما جابش، الطفل بيتعلم إن قيمته في درجاته مش في نفسه. ده بيخليه في المدرسة يا إما خايف دايما من الفشل وبيخاف يجرب، يا إما بيمارس الغش وبيعند عشان يثبت نفسه. وعلى المدى البعيد شخصيته بتكون ضعيفة، مش واثق في نفسه ودايما محتاج حد يقيمه، ويدخل في علاقات غلط علشان بس يثبت نفسه. تاني حاجة إن احنا نقارنه بحد تاني. شوف ابن خالتك جاب كام، شوف صاحبك شاطر وبيجيب أعلى منك إزاي. المقارنة دي بتولد شعور غيرة وغضب. الطفل ممكن يروح يضرب أو يتنمر على الطفل اللي انت قارنتيه بيه في المدرسة، وعلى المدى الطويل الطفل ده بينمو عنده شعور بالنقص وبيتحول لشخص عدواني أو حسود في علاقاته، أو يبقى عايز يثبت نفسه بأي طريقة. تالت حاجة العصبية الزايدة. لما الأم صوتها يبقى الحل لكل غلطة، الطفل بيتعلم إن العصبية هي لغة التواصل. في المدرسة يا إما بيقلدها ويبقى عصبي مع صحابه، يا إما بيخاف ويفضل ساكت وضعيف. في حياته بعد كده صعب يدير خلافاته بعقل، وده بيأثر على شغله وعلى علاقاته. رابع حاجة غياب دور الأب. لما الأب يبقى بعيد الطفل بيفقد جزء مهم من دعمه النفسي. وجود الأب بيعلم الطفل إزاي يتصرف في المواقف الصعبة ويديله إحساس بالأمان. لو الدور ده مش موجود الطفل بيدور على نموذج بديل بره البيت، وممكن يكون النموذج ده غلط. طب أعمل إيه علشان ابني شخصيته تبقى قوية وفي نفس الوقت يجيب درجات كويسة؟ أول حاجة بديها لطفلي الأمان العاطفي. بقوله أنا بحبك زي ما أنت. حطيله في اللانش بوكس بتاعه رسالة صغيرة: أنا فخورة بيك، أنا بحبك. شاركوه حياته، اسمعوا يومه عامل إزاي، مش بس في درجاته. اسألوه إيه أكتر حاجة فرحته النهاردة وإيه الحاجة اللي ممكن تكون زعلته. التوازن، نهتم بالدراسة لكن كمان نشجعه يكتشف موهبته فين. والأب تشارك ابنك في مواقف الحياة اليومية حتى لو بسيطة، زي إن هو يختار حاجة من السوبر ماركت أو حل مشكلة صغيرة. مهم قوي نعمل جدول والابن يشارك فيه، يبقى فيه وقت للراحة ووقت للمذاكرة ووقت للعب ووقت لتجمع عائلي. كلمة مهمة حابة أقولها لك في النهاية: ابنك مش مشروع درجات، ابنك إنسان، واللي هيعيش معاه طول عمره مش درجاته لكن شخصيته اللي انت بتبنيها جواه وذكريات الطفولة والأمان اللي انت بتديهوله. المهم انك تديه أمان وحب وثقة في نفسه، لأنه لما بتكبر شخصيته قوية بيقدر يبص حواليه، يختار مستقبله صح ويحدد هو عاوز ايه. في الحياة حوالينا اكتشفنا ان النجاح مش بس درجات. النجاح ممكن يكون في مجالات كتير جدا، مش المجالات اللي انت بتحصر ابنك فيها بس. النجاح الحقيقي انك تربي إنسان